العاديه بتاعه العيد، هو اللي هيفتح بشرتك، هيعالج اثار الحبوب وهينشف لك الحبوب ويعمل لك تقشير سطحي للبشره وهيخليكي فله شمعه منوره. بما ان العيد داخل علينا قررت اعمل لكم ماسك هو اللي هيحل كل مشاكل البشره، هيفتح البشره، هينضفها، هيعمل تقشير سطح خفيف علشان يشيل اثار الحبوب، وكمان لو عندك حبايه هيقضي عليها. لو انتوا اول مره تشوفوني انا الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست بكلمكم من مركز شايني، ويلا مع بعض نعمل الماسك المعجزي. اول حاجه معانا في الماسك يا بنات اللي احنا هنعمله لبشرتنا قهوه، وطبعا القهوه دي موجوده في كل بيت. الماسك اللي احنا هنعمله النهارده ببلاش، هتعمليه مره كل 10 ايام، هيفرق معاكي جدا بعد اول مره. كوبايه القهوه او معلقه القهوه اللي احنا بنحبها، وطبعا كلنا عارفين ان القهوه فيها كافيين، الكافيين اللي بيعمل على تفتيح البشره وبيهدي البشره وكمان بيشيل الانتفاخات اللي بتكون موجوده. بعد ما خدنا معلقه القهوه هنجيب لبن بودره. ليه هستخدم اللبن البودره في الوصفه دي؟ علشان انتوا عارفين ان اللبن البودره فيه ماده اسمها ماده اللاكتيك اسيد. ماده اللاكتيك اسيد بتعمل على تقشير البشره وعلى التفتيح. يعني لو عندك حبايه وحطيتي عليها الماسك ده والحبايه نشفت، اللاكتيك اسيد دي كفيله ان هي توقع الحبايه من غير ما تعمل لك اثر، ودي المشكله اللي بتعاني منها بنات كتيره جدا. هناخد كمان معلقه من اللبن البودره ونحطها على معلقه القهوه، يبقى كده زي ما احنا شايفين معلقه من القهوه ومعلقه من اللبن البودره. هنعمل بقى بعد كده ايه؟ عارفين الريفو بتاع الصداع؟ هنجيب حبايتين من الريفو وهنطحنهم. لو مش قادره تطحنيهم هتجيبي كيس بتاع الميه المكتره. الميه المكتره دي بتتباع في اي صيدليه، دي الميه اللي بتتحط مع اي مضاد حيوي بتستخدميه لاطفالك. الكيس ده عامل 100 جنيه. هتفتحي الكيس وهتحطيه على الميكس بتاعنا، وبعد كده هنبدا ان احنا نحط الريفو كمان على الخلطه دي. طيب ليه انا اخترت الريفو في الخلطه دي؟ الريفو بيحتوي على ماده اسمها ماده الساليسيليك اسيد. ماده الساليسيليك اسيد دي هي من اهم المواد اللي بتتحط في الغسولات بتاعه اصحاب البشره الدهنيه والمختلطه. الماده بتعمل ايه بقى؟ اولا بتطلع الدهون والحبوب اللي تحت الجلد، وثانيا بتنظف البشره وبتنشف الحبوب دي. لو انت بشرتك جافه او عاديه بلاش نحط الاسبرين بتاع ريفو، ممكن نستغنى عن الخطوه دي وتحطي مثلا زيت زي زيت اللوز الحلو او زيت جوز الهند، هيظبط معاكي جدا. هطحن الاسبرين وكمان هحط الميه وهرجع لكم تاني. بعد بقى ما طحنت الاسبرين بتاع الريفو هبدا ان انا افضيه زي ما انتم شايفين اهو، بينزل بودره كده تمام. اهم حاجه ان هو يكون بودره خالص بحيث ان هو يدوب اهو. طحنته، يعني طحنته ازاي؟ جبت شاكوش صغنن كده او بتاع البفتيك وحطيته عليه اهو، بصوا نزل صغير خالص اهو. وبعد كده بقى هاخد شويه من الميه المكتره اللي انا قلت لكم عليها واحط واقلب لحد ما يديني خليط متجانس. خليط متجانس اعرف ان انا احطه على بشرتي. زي ما قلت لكم حابين في الوصفه دي لاصحاب البشره الدهنيه كمان تحطي زيت شجره الشاي الاخضر، حطي هيديكي لمعه كويسه جدا. بصوا الماسك دلوقتي بقى جاهز قدامنا اهو، بصوا شايفين الميكس بقى حلو قوي وبقى تقيل. هعمل ايه بقى؟ هنضف بشرتي كويس جدا من الميك اب اللي موجود في بشرتي، علشان اي ماسك لازم يتحط على بشره نظيفه، وهرجع لكم تاني. بعد بقى ما نضفت بشرتي كويس هبدا ان انا احط الماسك على وشي زي ما انتم شايفين كده، وهحطه على وشي كله وهسيبه على وشي لمده تلت ساعه يكون نشف خالص، وبعد كده هفرك الماسك وهغسل وشي على طول. هحط الماسك قدام المرايه وهرجع لكم تاني. كده بقى انا حطيت الماسك على بشرتي كلها زي ما قلت لكم، هستنى نص ساعه بعد كده هغسله. لو ملاحظين ان في حبات ريفو كبيره لسه موجوده، ده بسبب ان انا هنا في المركز طبعا مش عارفه اتحكم قوي في ان انا اخليها مطحونه خالص، بس انت لازم تطحنيها خالص علشان تستفادي بالماسك ده. بعد ما مر نص ساعه زي ما انتم شايفين الماسك لزق على بشرتي اهو، لدرجه ان انا حاسه ان انا مش عارفه ان انا اتكلم. هعمل ايه بقى؟ هبدا افرك. بصوا الماسك لازق خالص ازاي، بصوا عماله احك مش بيطلع في ايدي بالكميه اللي انتم متخيلينها. هبدا بقى اخش اغسل وشي وافرك الماسك علشان استفاد بالماسك، وهرجع لكم على طول. ما ينفعش ان انا افركه قدامكم هنا علشان ما بهدلش المكان. بعد ما غسلت وشي زي ما انتم شايفين النتيجه تحفه وتجنن ازاي. حاولي مش اول ما تخشي الحمام تغسلي وشك على طول، افضلي افركي الماسك، لان كل ما تفركي اكتر هيديكي نتيجه روعه، هيديكي نضاره. وطبعا بعد ما بنخلص اي ماسك لازم نجيب المرطب المناسب مع بشرتنا ونحطه على بشرتنا ونوزعه علشان ما يحصلش اي جفاف في بشرتنا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. وبصوا بقى بعد كمان ما حطيت المرطب النتيجه عامله ازاي. بصوا بقى بشرتي عامله ازاي.
ما تنسوش تعملوا الماسك ده 3 مرات في الشهر، بجد هيفرق معاكي وهيخلي بشرتك بشرة زجاجية.